ثلاث أنواع سيارات مبيعاتها عالميا بالملايين، ولكن بالسوق السوري القصة مختلفة تماما. خلونا نشوف لغة الأرقام شو بتقول. السيارة الأولى معنا اليوم هي التويوتا راف 4، سيارة جدا اعتمادية ومنتشرة بالأسواق العالمية بكثافة. باعت فقط في عام 2024 حوالي مليون و20 ألف نسخة، وسعرها ببلش من حوالي 34 ألف دولار، ومحركها 2.5 لتر 4 سلندر، صفيتها ممتازة، تعمل حوالي 180 ل 200 كيلومتر بالتنك الواحد. ولكن رغم كل هذا الشيء كان تواجدها بالسوق السوري خجول. السبب انه سعرها مرتفع نوعا ما، ودائما كان يكون في مشاكل بتوريد قطع غيار الموديلات الحديثه. الخلاصه انه الراف 4 سياره جدا عائليه وممتازه، ولكن بسوريا شوي ميزانتها صعبه. السياره الثانيه معنا لليوم من العملاق الامريكي الشيفروليه سيلفرادو، سيارة عالميا مبيعاتها ضخمة جدا، باعت حوالي 640 ألف نسخة فقط في عام 2024، وسعرها بيتراوح ما بين ال 37 ألف وال 64 ألف دولار حسب النسخة اللي عم تشتريها. بتجي بمحركات ضخمة جدا V6 و V8 بسعات بتوصل حتى 6.2 لتر، يعني حرفيا مثل ما بيقولوا بالشارع السوري بالوعة بنزين، فبتمشي من 80 لل 100 كيلومتر بالتنكة الواحدة. وهذا السبب الرئيسي يلي بيخلي وجودها خجول جدا بسوريا ومحصور فقط للاستخدامات الخاصة جدا. السيارة الثالثة معنا لليوم من العملاق الألماني الفولكس واجن تيغوان، مبيعاتها العالمية ضخمة جدا، باعت حوالي 540 ألف نسخة عالميا فقط في عام 2024، وسعرها ببلش من حوالي 30 ألف دولار. السيارة ممتازة وبتجي بمحركات تيربو بسعات مختلفة من 1.4 ل 2 لتر، ومصروفها جيد جدا، يعني بتمشي حوالي من 200 ل 220 كيلومتر بالتنكة الواحدة. بالسوق السوري هي السيارة ممتازة جدا ضمن المدينة، ولكن مشكلتها انه قطع الغيار شوي غالية، بالاضافة الى انه محركات التيربو مو مين ما كان بيعرف يعملها صيانة ويصلحها. هاي الارقام بتثبت انه اللي بينجح برا مو بالضرورة ينجح جوا. برأيكم مين اكثر سيارة كانت مظلومة بالسوق السوري؟ اكتبوا لي بالتعليقات.